السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. وبلا ما نطول عليكم الهضره غادي نمشيو مباشره للقضيه ديالنا ديال اليوم. القضيه ديال اليوم غادي تدينا لمصر، وبالضبط في ثاني يوم من ايام رمضان. يعني اش غنقول لكم، كنبغي نقلب على القضايا اللي قدام ونبحث فيهم ونقولهم لكم، وكنلقى رغم اننا في هذا الشهر الفضيل فكل نهار كنسمع بجريمه، سواء في المغرب سواء في مصر في الدول العربيه. يعني هاد الشيء كيضر في الخاطر بزاف، ولات بحال شي حاجه عاديه اننا كل نهار كنسمعوا جريمه طرات في واحد البلاصه. يعني ما بقاش ان الوقت باش نمشي نبحث في شي قضيه اخرى قديمه، وانا كنشوف قضايا اللي هما جداد اللي هما في 2023 لقضيه ابشع من الاخرى. فكما قلت لكم في القضيه اللي في الفيديو اللي فات ديال مجزرة سوق أربعاء الغرب، فهاد القضية ديال اليوم لا تقل بشاعة عنها. كما قلت لكم نهار تاني في رمضان في مصر، وبالضبط في غرب الإسكندرية منطقة الورديان، وفي مسجد محمد حسن. تما كاين واحد المتطوع اللي كيأذن للناس وكيصلي بهم جميع الصلوات. واحد المتطوع اللي الاسم ديالو حسن الكومي. حسن الكومي اللي السيره ديالو طيبه عند الناس كاملين ديال المنطقه، والكل كيشهد ليه بحسن الخلق، بالطريق المستقيم، بواحد الانسان اللي يستحق هذيك الرتبه ديال الامامه. كلشي الناس كيبغيوه، كلشي الناس مولفين على الاذان ديالو، وكلشي الناس مولفين على الصلاه من وراه. غادي يجي نهار الثاني من رمضان، غادي يجي واحد الشخص اللي كما كيسميوه الناس ديال تما بلطاجي، والعائله ديالو كلهم بلطاجيه. يعني لا هو لا ولادو كاملين معروفين بالنصب والاحتيال السرقه، معروفين تما في ديك المنطقه. غادي يجي هاد السيد اللي غادي يقول ليه انت ما غاديش تبقى تأذن وما غاديش تصلي بالناس، انا اللي غنأذن وانا اللي غادي نصلي بالناس. انت قال لي باش من حق كتصلي بالناس؟ ما دايراك وزاره ديال الشؤون الدينيه والاسلاميه، ما حاطاك جماعه هنايا؟ يعني انت من ديتك لراسك حطيتي راسك في هذا المنصب. الاخر بقى كيتشاد معاه، قال لي انا راه ماشي انا يلي كلفت راسي وجيت هنا، راه الناس تجمعوا ديال المنطقه كاملين هما اللي كلفوني انني نجي نامم بهم ونأذن. كون ما عجبتهمش راه ما غاديش يخليوني في هذا المنصب. قال لي انا ما كيهموني لا ناس لا والو، اليوم غادي تحيد من هذا المنصب، انا اللي غنولي نأذن وانا اللي غادي نولي نامم بالناس. تخيلوا معايا واحد معروف بالسمعه ديالو تما خايبه وكل شي الناس عارفينه، وباغي صحه هو يأذن هو يأمم. ما عرفتش انايا شنو عندهم، واش ما انا بعدا هادشي حبس لي عقلي، ما فهمتش كيفاش عندهم هاد الاسس ديال الامام والشروط ديال الامام ما كيعترفوش بها. عندهم غير يعني عادي زيد ناقص حافظ كتاب الله، واخا حافظ كتاب الله ولكن راه ما دايرش به. تخيلوا معايا عندهم واحد القضيه. اغلبيه كيكونوا تما في مصر بحكم انهم ملي كيكونوا صغار كيدخلوهم والديهم لداك المسجد باش كيحفظوا القران، كيكون اغلبيه حافظ كتاب الله، ولكن راه الاغلبيه ما كيديرش به. يعني كما قلت لكم هذا حافظ كتاب الله كلشي، جاي باغي يأمم بالناس وكلشي، ولكن راه معروف عند الناس الساكنه كاملين انه بلطجي لا هو لا ولادو. المهم غيبقاو في مشادات، الناس غادي يدخلوا، الناس غادي يقولوا ليه لا حنا راه بغينا الاخر، بغينا الشيخ حسن هو اللي ولفناه وصوته زوين وهادي، والو ما داه حتى شي حد. صافي المهم كما قلت لكم ما خلاوش الناس يامم ديك الساعه. صافي اذن ديك الساعه المغرب،
صلى بالناس المغرب الشيخ حسن، مشى لدارو، مشاو الاخرين، داك السيد مشى هو والابناء ديالو رجعوا للدار، فطروا في صلاة ديال التراويح. جاو تاني جا الشيخ حسن صلى بهم التراويح، صلى حتى هو من وراه، ولادو بقاو على برا، جوج ديال ولادو بقاو على برا ديال المسجد كيتسناو حتى كيسالي. المهم ملي سالا الشيخ حسن التراويح، المسجد غادي يبقى حتى غادي يخوك الناس كاملين غادي يخرجوا، غيبقى الشيخ حسن باش غادي يسد المسجد، وغادي يجيو ليه ولاد هذاك بجوج وهذاك السيد، غادي يجيو بالمطاوي كما كيقولوا هما المصريين. المطاوي هو داك السكين اللي كيكون كبير ديال الذبيحه، غادي واحد غادي ولد فيهم غادي يضربوا لظهره يطيحوا، والابن الاخر غادي يشدو غادي ليه الذبيحه ديال الحولي من اللور، من عنقه من اللور امام المسجد. يعني راه واحد الفيديو شفتو راه ما غاديش تقدروا تشوفوه، يعني الدماء هكاك واد ديال الدماء من الباب ديال المسجد، وغادي داك الدم، يعني كانهم نحروا شي حولي. هاد الشيء قدام الناس كاملين على عينك بن عدي، يعني وصلنا حتى لهاد الدرجه. الامام مسكين ما عنده حتى شي ذنب، حتى غادي يموت هذيك الموته. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا بعدا راه عقلي كيحبس في هاد المواقف، يعني كما قلت لكم في الثاني من رمضان من هاد الاسبوع هذا غادي يطرا هادشي، والعائله ديالو ما نقولش لكم راه ما صابراش عليه، راه غنخلي لكم واحد الفيديو في الاخير ديال هاد الفيديو ديالي باش تشوفوا العائله ديالو وتشوفوا الناس، يعني حتى شي حد ما صابر عليه وكلشي كيشكر فيه. يعني واحد الانسان اللي كان خير وكيموت هاد الموتة هادي، يعني راه صافي علامات الساعه هادي وصلت. المهم كما عرفتوا فهاد الجريمه باقا جديده، باقي ما كاين لا حكم لا والو، باقي كلشي في التحقيقات. فهما لقاو القبض على هذاك البلطجي هو والابناء ديالو الى حين النطق بالحكم. وباش كتعجبني دولة مصر الشقيقة فانهم مازال عندهم تطبيق حكم الاعدام، يعني اللي قتل كيتقتل. انا هادشي اللي مطمن قلبي، يعني هاد الناس اللي داروا هاد الجريمه البشعه فالاكيد انه غيتحكم عليهم بالاعدام شنقا، وما غاديش يبقاو معنا في هاد الحياه. وهاد الشيء اللي خاصو يكون. وتنهنا كيكونوا الاحداث ديال القضيه ديالي تسالاو. نتلاقاو ان شاء الله فيديو مقبل قضيه جديده. وإلا عجبكم الفيديو فما تنساونيش من لايك، اشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. إلى اللقاء. متابعين مصر اليوم في كل مكان، معكم اسلام رضا في لايف جديد من الاسكندريه. حادثه شنيعه جدا شهدتها محافظه الاسكندريه امس، يعني بعد قيام احد الاشخاص بذبح مؤذن متطوع امام باب المسجد، اعتراضا من القاتل على ان المؤذن المتطوع بيقول لابو القاتل ما ينفعش تأذن انت، ما ينفعش تبقى موجود يعني وتأذن يعني وانا موجود، والمصلين كمان معترضين عليك. هيكون معانا دلوقتي احد اهل المؤذن المتوفى، ربنا يا رب يصبره، يعني كان الله في عونكم، ان لا اليه راجعون. قول لنا ايه اللي حصل معلش. والله بالظبط اللي حصل معايا انا، اللي حصل يعني قدامي ان انا كنت بعد الفطار كلنا كنا خلصنا طبعا، كل واحد راح مشواره، فجالي تليفون ان في مشكله او في مشاجره حصلت مع خالي، وان الموضوع كان يعني في حد اتصاب وكده والاسعاف هتيجي. فانا بسرعه جيت على مكان الحادث، لقيت طبعا الشارع كله غرقان دم، والكلام كله كان في المسجد، في الشارع ده، في الشارع اللي قدام. فاول ما جيت هناك يعني رحت لقيت الشارع كله بس غرقان دم، حتى ما لحقتش اشوف خالي، وكانت الاسعاف مشيت. فاهم حاجه بقى، قعدنا يعني اهتميت ان انا ادور عليه والاقيه. بعد كده بقى بدات اسمع بقى من الناس، افهم ايه اللي حصل، يعني عايز اعرف ايه اللي حصل، ايه سبب كل ده. لقيت ان هو الموضوع كله كان بسبب الاذان، ان يعني الشخص ده اصلا هو ممنوع ان هو يأذن في الجامع ده، هو ممنوع، معمول له زي محضر او اقرار ان هو ما يأذنش في الجامع ده او في اي جامع عموما، ده ممنوع، يعني ممنوع بقرار انه ما يأذنش خالص. بالظبط. وهو كان بيقدم كده زي ما بيقول بلطجه او عافيه. فخالي الناس كلها طبعا كانت معترضه، وخالي برضو كان حصل بينه وبينه في الموضوع ده كلام كذا مره، وشدوا مع بعض كذا مره من زمان لحد النهارده برضو، مش النهارده اللي هو امبارح انا اسف، اما حصلت برضو نفس المشكله تاني، واتكلم معاه وشدوا مع بعض. كان تقريبا ده ساعه المغرب او العصر حاجه كده بالظبط، وبعد كده خلصوا وشدوا تاني بقى بعد الفطار.
ويعني الموضوع كان كله مشاده كلاميه وزعيق بقى، وممكن يكون حصل شتيمه الله اعلم. الايام العاديه ولا امبارح؟ لا ده امبارح. ده امبارح، انا بقول لك اللي حصل امبارح بعد الفطار. فبعدها بقى ساعة صلاه التراويح الناس كلها دخلت تصلي التراويح، ومن ضمنهم خالي، بس هم الجماعه دول البلطجيه دول ما دخلوش يصلوا. هو الناس دي احنا عارفينهم هنا في المنطقه، هو اصلا يعني كشخص ما ينفعش ولا اخلاقيا ولا بيئيا ولا سمعته تسمح له ان هو يعمل حاجه زي كده، ده اذان ربنا. اكيد. يعني مفيش اي حاجه تسمح له انه يعمل كده، والناس كلها كانت معترضه عليه. فهو كان من نصيبه ان خالي يكلمه، يعني حصل ده بينهم. فهو لما دخلوا يصلوا طالعين كلهم من الصلاه ساعه ما خلصوا التراويح، خالي بقى طالع منهم. الكلام ده اللي اتحكى لي من الناس هناك من الجيران، كان الناس دي بقى واقفين بره مستنيين، اللي هو الراجل الكبير ده وعياله الاثنين، وكان في برضه ستات من عندهم من البيت. مستنيين كل ده؟ كل دول واقفين مستنيين خالي، اللي هو اصلا طالع من الصلاه بالنسبه له المشكله خلاص خلصت، الموضوع اتحل. طلع لقى كل دول بقى بره. الموضوع حصل بيقولوا كله في دقايق، الموضوع ما خدش وقت، ولقاهم كلهم بيتلموا عليه من كل حته. وحصل بقى ان الولد ده يعتبر زي ما بيقولوا غفله او ضربه من ظهره بسلاح ابيض في رقبته، والعياذ بالله. في رقبته على طول، في رقبته.